السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ضيفيك. من أي معتقد سماحتكم؟ الله يحييك ويسلمك سني. ما شاء الله. كم تحفظ من كتاب الله؟ مع كل احترامي لأخواننا الشيعة. الله يبارك بك. كم تحفظ من كتاب الله؟ ما أحفظ من كتاب الله، يعني حافظ شيء بسيط. شنو الحافظة؟ يا سورة. أنا ما طلعت أسمع لك، أنا طلعت أستفيد، يعني لا ما في مشكلة، بجي أسألك أنا أسئلة طبيعية. شنو اللي تحفظه من كتاب الله؟ حافظ شوي من سورة ياسين، حافظ من آخر جزء من عمه، بس أنا ما طلعت أسمع لك. يابا لا تسمعني، طلعت والله أنت بس لا تستعجل، لا تسمعني. ما قلت لك تسمعني، بس اعطي مجال. ليش جاي تخافون من الأسئلة؟ يعني ما قلت لك سمعني، سألتك سؤال هسه. أنا ما يصير أسأل. طيب هات ما عندك. هات ما عندي. تعرف سورة البقرة لو لا؟ اكو سورة بالقرآن اسمها سورة البقرة لو لا؟ أي نعم. وسورة الأحزاب سامع بيها؟ سورة الأحزاب نعم. سورة الأحزاب عمر بن الخطاب يقول ناقصة 213 آية. يقول راحت، ما أدري وين راحت. شنو ردك على الخليفة؟ أشوف أنا حاليا في مرحلة يعني الانتقال من معتقد إلى معتقد آخر، ورأيي ما بيكونش الرأي السني اللي يعني في بالك أنت، فلذلك طلعت أسألك سؤال لكي يطمئن قلبي. يلا تفضل. أنا بقول لك حبيبي، الإمام علي كرم الله وجهه في عهد خلافة أبو بكر وعمر، يعني على ما سمعت من أخواننا الشيعة أنه ما سوى يعني قصة وبلبلة علشان ياخذ الخلافة اللي هي شرعها الله له وهي من حقه، علشان ما يكون فتنة في الدين، وعشان ما يتزعزع الدين ويذهبوا الناس عن الدين وتحصل مشاكل. إذا الإمام علي ما سوى هذا الشيء ولا تكلم، فكيف يعني الآن احنا نجي نتكلم على هذا الشيء؟ طيب الجواب كالآتي. اكتب المايك واسمع الجواب للأخير. اتفضل. الأخ سأل بسؤال عرف شيء وغابت عنه أشياء. يقول إن علي ما تكلم عن مود يخمد الفتنة. يقول إحنا إيش نتكلم؟ المفروض هو خروج الحسين يردوا عليك. لازم تعرف علي سكت، الحسين ما سكت. البدل ما تقول إحنا ليش جاي نحكي، المفروض توجه الكلام للحسين. يعني الحسين ما سكت، طلع بسيف. إذا شنو الوضع وشنو القضية؟ القضية كالآتي. مو دائما بما سكت علي لازم إحنا نسكت، لا. وصية رسول الله، لأن الرسول وصاه مباشرة. ليش؟ لأن عدم النصرة، مو بس إنه يخمد الفتنة، عدم النصرة. ونفس الوقت شوف الوضع، الناس مايلة إلمن. إذا الناس مالت لأبي بكر، إذا خروجك بهاي القلة راح يأثر. يعني يوجد ظرف عند علي خاص وليس ظرف عام. بمعنى لازم كلها تسكت لأن علي سكت؟ لا، علي سكت لظروف كثيرة. أولا لأن الإسلام بداية نشأته، ولأن الإسلام في طور انتشار خارجي، مو مثل هسه سرايح منتشر خارجي والعالم تعرفه. فما يصير نتوغل احنا بالداخل، فراح يضعف الخارج. نشر الإسلام الخارج راح يضعف، والعدو الخارجي راح يأثر علينا ويستغلها. فبداية كانت، أما حاليا اختلاف. الآن العالم تعرف الإسلام كله، والعالم تعرف تفاصيل وما شابه، وأكو نصرة عندنا، ما منفرد بوحدي أنا، ما يؤثر علي شخصا، هنالك نصرة، مواقع موجودة ولازم العالم تعرف. فإذا كانت ووصية رسول الله لعلي ترى مو عامة، ترى بس بحادثة الدار. خارج حادثة الدار وحل لك كل شيء يا علي. وبالدليل كظ الخليفة الثاني بالمقبرة وسحله بالتراب وصعد على صدره وسحبه من لحيته، قال له اسمعوا لك، اسمع لولا عهد من رسول الله قد عهد إلي لقطعت عنقك. قد وصاني في حادثة الدار ولكن لم يوصيني في حادثة المقبرة. يعني أرادوا يحفرون قبر الزهراء، قالت الرسول ما وصاني، اغذر بيعتك لو عنقك يطير.
لف ربيعته خذاها وراح. فإذا كانت حتى وصية رسول الله لعلي منحصرة في قضية الدار، هذا الانحصار هنا. ولا علي بن أبي طالب عنده مواقف، ناظر أبو بكر وعمر، قام تعالوا قعدوا يلا 1 2 3 4، قال له بلا 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 شهدنا، يعني شنو من أنتم طالعين؟ النبي عمر قال له ترى الخلافة فلتة، هو قال لا شرها، ترى جت لنا فلتة هي، بعد تريد نطيها إلك. هذا الموضوع كله. شكرا شيخ علاء، الله يجزاك الخير. واللي افتكرته أنا إنه يعني كان له ظرف خاص فيه، والظرف هو اللي يحكم. فعلا كلامك منطقي. بس أنا سمعت يعني مرة واحدة نتصفح لشيخ قال إنه الإمام علي في معركة القادسية قال لعمر أنت لا تذهبش إلى المعركة عشان أنت إذا حصل فيك شيء بينتهي الإسلام. الله والله هذا اللي سمعته. يعني ترى عمر بن الخطاب ما عنده في معركة قاتل واحد، ترى عاركة 90 معركة، ماكو فارس قتله، بس واحد قتله عمر، تدري؟ اللي هو خاله، بس خاله قاتل. والله لا ابحث في كتب اخواننا اهل السنه. يعني انا هسه بالله عليك، انا بس مرخصي، انا لو اذبك ب 90 معركه، انت المعركه الواحده بها 50,000 مقاتل ضدك، 300,000 400,000، انا لو اخليك اذبك بمعركه وتعارك بس بالكلينس، هيك تسوي للعام، يا هم قلت موت لك 2 3 بالمعارك. اي والله صحيح. فعلا ما موجود. ورواية ثانية كان عندكم، رواية في كتبكم، كان يقتل القمل في الصلاة، رواية موجودة عندكم. لا حول. بس سؤال ثالث ولو أخذت من وقتك، الله يديك العافية. تفضل. باسم وصية النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله للإمام علي في حادثة الدار، لما قال له يعني لا يسوي شيء، معنى الوصية هذه لها فائدة، والنبي يعني إنما هو وحي يوحى، ما بيجيبش حاجة باطل. يعني إذا عندك معلومة عن فائدة الوصية هذه ممكن توضحها لي بس. أنا أقول لك شلون. منو اللي قال لك ما بيها فائدة؟ عنده جوجل الشيعة وجوابه كل الفائدة. سكوت علي بن أبي طالب فائدته وإيجابيته أكثر من ما قاتل. لماذا؟ لأنه أثبت المظلومية وجعل الناس تناشد بهذه المظلومية على مدى التاريخ. لو علي ما أخذ الثار كان سكت الموضوع وخلاص، 2 عاركة وخذ ثاره وانتهى. بس بقت المظلومية سائدة على مر التاريخ، إثبات مظلومية. حينما يقال هجوم على دار فاطمة، حينما يقول غضب فاطمة، حينما يقال كذا كذا كذا، وعلي بن أبي طالب أساءوا لعلي وأساءوا طبعا حتى للزبير في كتبك. الزبير كان ويا فاطمة في البداية، وجاء له خالد بن الوليد وضربه بصخرة على رأسه واغمى على الزبير في بدء الأمر. فقضية أولا فضح وتبيان تاريخ في بعض واعطيك دليل قرآني. بالله عليك، ألا حسب كلامك ألا نستطيع نقول سكوت هارون على قوم موسى يخلو من الفائدة؟ سكوته نستطيع أن نقول؟ لا حاشا، نبي هارون نبي، لا يمكن. إذا السكوت شنو فايدته منه؟ فعلا كلام سليم، كلام سليم له فائدة. إذن لابد أن تعرف هارون هو ترى علي، بس الاسم يختلف. شلون؟ قال رسول الله علي مني بمنزلتي هارون الموسى. الأمور التي عمل بها هارون عمل بها علي. وراح أعطيك مقارنة. من هو نبي هارون؟ أخو النبي موسى. من هو نبي علي؟ النبي علي. اي نبيه منو؟ نبي علي بن ابي طالب. نبي محمد اللهم صل وسلم على. ايش جعل من علي؟ اخي لو مو اخي؟ نعم. اذا شنو اصبح عندنا؟ نبيين وخليفتين، صح؟ فعلا يعني كلام الرسول ما فيه جدال ولا فيه خلاف. متى انقلبوا على هارون؟ متى؟ لما راح موسى يتعبد. حلو، حينما ذهب موسى لميقات الله، صح؟ نعم. متى انقلبوا على علي بن أبي طالب؟ حينما انتقل الرسول إلى السماء. نعم. حلو التشابه، ها؟ جدا التشابه. متى قال هارون لابن أم إن القوم استضعفوني؟ قالها لمن؟ هارون.
لموسى. وعندك في كتابك الإمام والسياسة لما قيدوا علي ومروا بي على قبر رسول الله نظر وقال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني. لا لا إله إلا الله. بعد وحدة، من هو الذي انقلب على هارون وجعل الناس تعبد العجل؟ السامري. والزهراء قالت لعمر ويحك يا سامري هذه الأمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تشابه. عيسى بن مريم يظهر في آخر الزمان لو لا؟ نعم. عيسى القرآن شو يقول؟ يا أخت هارون، نسبة إلى هارون، يعني يرجعون لهارون، إذا هارون يصير جد من جد عيسى، صحيح؟ نعم. والمهدي يرجع لعلي لو ما يرجع لعلي نسب المهدي؟ المهدي علي ما مش مكثر يرجع نسبه لعلي بن أبي طالب. إذا راح يرجع هارون وعلي بن أبي طالب، هارون اللي هو عيسى من ذرية هارون، وعلي بن أبي طالب اللي هو المهدي. فمنزلة هارون من موسى تبقى على مدى الزمان، فقط اختلاف التسمية. كرم الله وجيههم أجمعين الإمام علي ورسول الله وجميع الأنبياء. ولكن شوف عندي السياسة التي كانت عند هارون. وبعد أعطيك وحدة قوية. يوصي موسى يوشع بن نون. من هي اللي طلعت ضد يوشع بن نون بالسيف؟ اللي هي صفراء زوجة موسى. ومن هو اللي طلعت ضد علي بن أبي طالب بالسيف؟ اللي هي زوجة نبيه. في معركة الجمال. نفس القضية. فالله شنو قال للسيدة عائشة؟ لا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. شنو تبرج الجاهلية الأولى؟ الخروج بالسيف على الأوصياء، كما خرجت زوجة موسى صفراء ضد وصي موسى، ضد وصي موسى يوشع بن نون. يوشع. تكررت الحالة وخرجت عائشة ضد علي بن أبي طالب بمعركة الجمل. فالحادثة نفسيته. واعطيك بعد وصف قوية، إن من ذرية علي بن أبي طالب واحد اسمه، من ذرية هارون واحد بالعبراني اسمه كاظوماء، ومن ذرية علي واحد اسمه الكاظم. من ذرية علي بن أبي طالب، من ذرية هارون 9 نقباء، ومن ذرية علي بن أبي طالب 9 خلفاء. نفس القضية بالضبط، بس الأسامي مختلفة. فعلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله يعني تعيد نفسها. سنت ولا تأتينكم سنن ما قبلكم طبقا بطبق. بعد أعطيك وحدة. أي بعد هواي إنه خير من الله عندي أنا. لو إذا كمل وجه التشابه ما راح يخلص إلى خير من الله. موسى يرجع علما. موسى هارون ابن من؟ هارون. أي ابن من؟ ما أدري. موسى بن عمران. نعم فعلا. موسى بن عمران وهارون بن عمران. وعلي بن أبي طالب يقول أنا ابن عمرو العلا، أي بالعربي عمران. يعني أخوة كلهم أولاد أنبياء. نسخة هي القضية، بس اختلاف بالأسماء فقط. حادثة القديمة هي تكررت. الله يبارك بك. الله يسعدك. بس باقي سؤال عندي، وعندي شخص تمام أنا اللي افتهمته من معتقدكم أنه يعني لازم ولاية آل البيت، اللي ما يتولى يتوفى أو ما يتولى آل البيت يكون من أهل النار. وأنا يعني من أحب أهل البيت، توليت على البيت وتبريت من أعدائهم واقتنعت بالكلام، لأني شفت دلائل كثيرة على ولاء آل البيت، وهم لهم الأفضلية أن احنا نتولاهم. فأنا عندي خويي جادلته في الكلام هذا، ويعني ما حسيت أن أنا أقنعته في الكلام. قال لي لا، يعني إيش دخل الولاية بالجنة أو بالأشخاص هؤلاء؟ أنا أقول لك بكل دليل تستدل عليه. يسمعك طبعا. يسمعني أخيك؟ أي نعم يسمعك. قل له إذا طالبك القرآن بشيء ورفضت هذا الشيء يعتبر معصية أو مو معصية؟ أي معصية. الله يقول في القرآن، أنا أقول لك إن الدين الارتباط بالأشخاص، وخير دليل إبليس ما رفض عبادة الله، رفض آدم. قال له عبدك أنا وأصوم لك وأصلي، بس ابعد آدم. شلون ما مرتبط بالأشخاص؟ الله شنو رد عليه؟ قال له أريدك أن تعبدني من حيث أريد أنا من آدم، لا من حيث تريد أنت. كيف الجنة ما مرتبطة بالأشخاص؟ هذا إبليس الله طرده بسبب آدم. شلون ما مرتبطة بالأشخاص؟ أعطيك دليل قرآني آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لو رفضنا أولي الأمر رفضنا طاعة الله والنبي لو ما رفضناها. نعم لأنها مرتبطة. لأن الواو واو عاطفة واو جامعة.
أطيعوا الله، وبعد ورا طاعة الله منو تجي؟ طاعة الرسول، وطاعة الرسول بمن مرتبطة؟ بأولي الأمر. إذن اتباع الأشخاص نعم يؤديك إلى النار ويؤديك إلى الجنة، فلا تعرف، لابد أن تعرف ولاة الأمر. من ولاة الأمر يا رسول الله؟ قال أما ولاة الأمر من بعدي 2 أميرا، وفي رواية 2 خليفة، وفي رواية 12 نقيبا كنقباء بني إسرائيل، أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم 9 من ذرية الحسين، ذرية بعضها من بعض. شلون ما مرتبط؟ وأنت عندك في كتبك قول أبو حنيفة النعماني إن رفض خلافة الأول والثاني عندي كفر، يقول والخروج من الجنة. هذا كتبك تقول. ولو سألناه كان يقول لك عوف أبو بكر حسب فهمكم الخروج على ولي الأمر، ولي أمر المسلمين في كتبك في معتقدك يعتبر زندقة لو مو زندقة؟ زندقة وكفر لا يجوز. طبعا شنو؟ ليش بس إيمان بأهل البيت وموالاة أهل البيت لا يعتبر كفر، والخروج ضد الحاكم الظالم؟ ها؟ يسلم لسانك. الله 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 الله، كلام سليم يعني. لا، ليس الخروج فقط على الولي الصالح هو كفر، بل عندك الخروج على الولي اللوطي كما يقول ابن عثيمين. لو خرجت، لو اللوطي الولي مارس اللواطة والزنا وجلد عرضك ونام مع عرضك على فراشك وخرجت عليه فيوجب كفرك. نعم، هذا اللي يعني درسناه في مدارسنا حقيقي، هذا اللي درسناه. قول ابن عثيمين كتبوه في اليوتيوب يطلع لك قول العام. فشون هالبيت ما مرضي؟ يا الشافعي يقول بآل بيت رسول الله عرف بسم الله الرحمن الرحيم، بآل محمد عرف الصواب وبحقهم نزل الكتاب. الرسول يبين عندك وعندي في كتابي في بحار الأنوار عند الشيعة، وفي كتبكم في كتاب أحمد بن حنبل، وفي كتاب السواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي الصفحة 288 كتاب من إخواننا السنة، يقول رسول الله علي مع الحق والحق مع علي. فشون ما يوجب النار؟ بل عائشة تقول بحديث صحيح علي حبه إيمان بغضه نفاق. بربك صار ميزان للحق لو مو ميزان؟ ميزان وحد فاصل بالحد السيف. خلص الإيمان وبحب علي إيمان بغضه نفاق. خلص. والمنافقين وين؟ مو كافر، لا أخس من الكافر، أبخس. إن المنافقين في الدرك الأسفل من نار جهنم. نعم نعم. بس لو تكرمت أستاذ علاء الله يعافيك، أمس سمعت لك يعني مناظرة مع شخص، ولو يعني أنا بقفز لك من موضوع لموضوع بس للفائدة لا غير، في حول الموضوع لما سألك على ربيبات رسول الله عندما قال لك أنه زوجهن لعثمان، فأنت استدليت بحادثة زينب عندما ضربها عثمان حتى قتلها. فأنت تكلمت أنه قتلها عثمان في نفس الوقت وفي نفس العهد رسول الله هو يعني قال عن عبد الرحمن اللي يحصله يتكلم عنه أو يقتله، فعثمان استضافه، يعني بمعنى الكلام أنه كان رسول الله موجود. هل رسول الله بيسكت على عثمان لما قتل زينب؟ ليه ما يتخذ موقف أو يسوي حاجة؟ مش معقول يعني رسول الله يشوف في حادثة قتل، إذا كان عسكري بيتكلم ما بالك برسول الله؟ طيب الجواب كالآتي أخونا العزيز. أخونا لازم تعرف أنت سياسة رسول الله مو دائما يتخذ أمور بالعلني. ليش؟ يعني راح يفتح أبواب. مثلا إذا بالعلني فالقرآن يقول للنبي، يقول له ترى من حولك منافقين أنت لا تعلمهم نحن نعلمهم. شا منافقين بعد ذولي، بعد منافقين أشد خطر. الله يقول له ترى حولك يضرب الطين المنافق، حسب كلامك المفروض الله يطي أسامي المنافقين ويفضح بهم ويصيح بهم. فمو كل شيء النبي يتخذ به موقف، لأن هو احنا قلنا في بداية الإسلام يريد النبي يلم بقدر الإمكان، ما يريد يصير نزاع داخلي، بل كان إنه المنافقين يصلي عليهم حينما يموتون، يوقف على جنازته ويصلي. حتى عندك رواية عمر جر النبي كظمنا قال له تعال انت شلون صلى على المنافقين؟ في رواية عندك قدام رسول الله جابوا خنجر وضعوه في سمية أم عمار بن ياسر بقلبها، شو ما سوى شيء، هو واقف. ها يعني اللي يفهم منك كان يعني هو حاكم وقتها له الحق بالتصرف بالشيء اللي يشوفه هو مناسب. رسول الله عنده سياسة. هنالك الكثير من الأمور حدثت في عهد رسول الله لو كان في عهد ممكن نتخذ موقف، بس في عهد رسول الله قد أحال الكثير من المظالم من الأمور المظلومة للإمام عندنا، للإمام المهدي سلام الله عليه.
اما الرسول يتخذ موقف خب بالعلني، خب عندكم يهوديه سممت رسول الله، اكو واحد اتخذ عليها موقف؟ لا صح، اليهودية اللي سمت الرسول اللي مات الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. نعم العدو كبير جدا، خب الرسول ما يروح يفتح امور داخليه. هسه انا يمكن امور اشوف انها من اصحابي اغض عليها النظر، اقول لمصلحه تقتضي، ما اريد افتح باب. شوف يعني عدوك الروم، عدوك الهند، عدوك الديلم، عدوك السند، العالم كله ضدك، وانا اروح انشغل بالداخليه، انا شلون راح اطلع برا انا؟ فعلا شلون راح انشغل؟ على الوضع. نعم هذا من حكمة رسول الله، اللهم صل وسلم. نعم وخير دليل الله مخلي ابليس يلعب براحته والله ما مسوي شيء. هذه الفاصلة، هذا الفاصلة والمقنعة الأخيرة. شكرا لك أستاذ علاء، جزاك الله ألف خير. إن شاء الله نستفيد منك والله يبارك فيك وبجميع الحاضرين. تحياتي. حياكم الله. الله يحفظك. لا زال إلى الآن سؤال الحلقة ما حد مجاوبي. سؤال 3 كلمات، عجز ما عجز من الأولين والآخرين علانيته بالجواب.